بكل بساطة تقعد 10 ايام تتفرج على حاجة انت مش عارف هي ايه، ولا انت عاوز تتفرج عليها. الفضول تقريبا خدك، قول 3 ايام، خدك لحد مثلا اسبوع مش 10 ايام، قال لك بعد كده استنى كمان يومين. لدرجة ان انا قلت لا، يعني هي ايه لو حد يعني مثلا ايه لو هو اعلان بنك وعامل فايدة 30%، فيعني الناس اللي عايزاه مش عايزاه بعد الاعلان ده. وكلمته التشويقية هي كلمة واحدة بس: اتقل. مع احترامي للفنان شيرين عادل، الموضوع ما كانش بالصدفة، دي خطة تسويقية علشان نرفع المنتج بتاعنا. وبعد 12 يوم يعني يقوم قايل ايه ده عصير. فيعني حضرتك ده مش كحك. يعني حضرتك مثلا المفروض يعني الاعلانات اللي زي دي، العبد مثلا بيبتدي من يوم 15 يوم ايه مجهز لنفسه عشان 15 يوم الباقي على العيد. انما ده رمضان المفروض قبله باسبوع بتجهز ان انت ايه هتعمل اعلان علشان العصير بتاعتك في اول رمضان زي كل الاعلانات. انما بعد 12 يوم تيجي تقول لي تعالى اشرب عصير من عندنا؟ يعني ايه الفكره دي؟ بقالي 12 يوم بتفرج على اتقل التقل صنعة تاخد حاجة حلوة استنى علينا يومين. انا فكرت ان هي يعني ايه مدينة جديدة اتفتحت، يعني كان حاجة كبيرة، كانت حاجة ميعادها اللي هو على عيد، سينما جديدة اتفتحت.